هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان. عن جديد صباح الخير لكل مشاهدينا عبر صفحة بوير عربي على الفيسبوك ومستمعينا على الموجة 103.5. مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح، ووصلنا للفقرة الحوارية. معنا ضيفتنا بالاستوديو السيدة لينا بركات، المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية، للحديث عن دور المرأة في المشاركة المجتمعية. صباح الخير سيدة لينا. صباح الخير. بداية، موضوع المشاركة المجتمعية للمرأة في مختلف قطاعات المجتمع الاجتماعية، الصحية، التعليم، الاقتصاد والسياسة لا يزال محور الاهتمام لدى منظمات المجتمع المدنية. حبذا لو تتحدثي لنا عن أهمية المشاركة المجتمعية للمرأة في تنمية المجتمع. صباح الخير مرة أخرى، شكرا لإذاعة بوير للاستضافة. طبعا المشاركة المجتمعية للمرأة ضرورة حتمية. طبعا إقصاء المرأة عن المشاركة في أي مجال من المجالات اللي حضرتك ذكرتيها سيبقى هذا المجال منقوص. المرأة نصف المجتمع وأيضا مسؤولة عن تربية النصف الآخر. إذا تم إقصاءها عن المشاركة في مجالات الحياة أو في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ستبقى هذه المجالات معاقة. لا يستطيع الإنسان أن يمشي بنصف فقط، يجب أن يستخدم النصفين. لذلك المجتمع أيضا لا يستطيع أن يتطور أو يتقدم في أي مجال من هذه المجالات إن لم تكن المرأة موجودة وبشكل فاعل أيضا، وليس فقط لمجرد زر الرماد في العيون أنها موجودة. يجب أن تكون موجودة وبفاعلية أيضا. يعني هل استطاعت المرأة بالفعل ممارسة دورها من خلال هذه المشاركة في تنمية المجتمع؟ بالتأكيد المجال الذي تدخل به المرأة تستطيع أن تثبت نفسها وتستطيع أيضا أن تطور من هذا المجال. المرأة دائما ينظر لها بأنها ربما لن تستطيع أن تتحمل أعباء العمل بأي مجال. دائما ينظر لها أنها ستكون ضعيفة، أنها ستكون ربما ليس لديها الخبرة، أنه ليس لديها التجربة. لكن تثبت المرأة عكس ذلك دائما في أي مجال تكون موجود المرأة فيه، تثبت أنها قادرة على تحمل المسؤولية، قادرة على تطوير العمل، قادرة على أن تكون خلاقة. المرأة التي تنجب تستطيع أن تكون أيضا خلاقة، لأنها لديها بالفطرة هذا الشعور ولديها بالفطرة هذا الإحساس بكيفية تطوير العمل وكيفية أن تكون دائما مبدعة في مجال عملها، وتستطيع أن تتحمل أعباء كثيرة ربما ينأى الرجل تحت هذه الأعباء. تستطيع المرأة الاستمرار بعملها، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية، ليس كلامي أنا. المرأة دائما تستطيع تحمل ضغط العمل وأعباء العمل بطريقة أفضل من تحمل الرجل لها. برأيك ماذا أنجزت المرأة في روجافا خاصة وسوريا عامة على مدى السنوات الماضية من عمر الأزمة في البلاد؟ طبعا ذكرتي أنت وقسمتي سوريا المرأة في روجافا والمرأة نعم. في سوريا عامة. نتيجة الأوضاع التي أحدثتها الأزمة من نزوح ولجوء وفقدان المرأة للمعيل، فقدانها للعمل، ما تعرضت له من انتهاكات جسيمة. طبعا في مناطق لنقول سيطرة الحكومة السورية أو النظام السوري كان الأمر مختلفا عما في منطقة شمال وشرق سوريا أو كما ذكرت في روجافا. السبب هو آلية الإدارة الموجودة في روجافا. تم هناك إعطاء مجال للمرأة قوي. نشطت المنظمات النسوية، نشطت المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة وتحميها، تأمين فرص العمل للمرأة، أيضا آلية الإدارة الموجودة. مثلا العقد الاجتماعي الذي وضع في عام 2014 الذي يضمن المشاركة الحقيقية والفعلية للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين. قانون المرأة الذي صدر والذي يعتبر مثل الحلم بالنسبة للنساء السوريات، يعني أن يكون هناك منع تعدد زوجات، منع زواج القاصرات، منع بعض العادات والتقاليد البالية، زواج الحيار والشغار وإلى آخره. المعاقبة، لا يوجد هناك
ما يسمى جريمة شرف. من يقتل المرأة يعتبر هو قتل عن قصد وعمد ويتم محاسبته. كل ذلك أعطى المرأة القوة والدفع، واستطاعت أن تعبر عن ذاتها أكثر وأن تكون موجودة في كل مفصل من مفاصل الحياة في منطقة شمال وشرق سوريا، إضافة إلى موضوع الرئاسة المشتركة في جميع الهيئات والإدارات الموجودة. كل ذلك فتح مجالات لم تكن مسبقا مفتوحة أمام المرأة، واستطاعت أن تثبت نفسها يعني في مناطق سيطرة النظام. نعود لها. طبعا لم تجد المرأة هذه الفرص كما ذكرت الموجودة هنا. بقي الحال كما هو بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، بالنسبة للقوانين المتبعة. لم نشهد ظهور وجوه نسائية قوية استطاعت أن تدافع عن حقوق المرأة أو استطاعت أن تشرح وضع المرأة بشكل حقيقي وفعلي كما هو على أرض الواقع، علما أن الحرب الأهلية التي كانت موجودة والصراع الطائفي الذي كان موجود في المحافظات التي هي تحت سيطرة الحكومة السورية أو النظام السوري، عانت فيها المرأة الأمرين ودفعت هي الثمن الأكبر. لكن في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب لاحظنا أن نسبة النساء كانت سابقا 12% أصبحت 8%. إذن تمثيل المرأة ضعف في المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية الموجودة، وهذا يدل على أيضا إقصاء جديد لدور المرأة. إلغاء الاتحاد النسائي العام على الرغم من سلبياته وعلله يعني في عام 2017، إذن هناك تهميش لدور المرأة وانحسار لدورها في المجتمع بالنسبة لمناطق سيطرة الحكومة السورية. أما بالنسبة لمناطق الإدارة الذاتية أو روجا فنجد أن الأمر بالعكس تماما مختلف جدا. تحدثت عن بعض ما تقدمت به الإدارة الذاتية من مثلا قانون المرأة، القوانين التي تحفظ المرأة وتعطيها الحقوق بأداء واجبها وكذا. هل اقتصرت هذه التسهيلات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية؟ لا بالتأكيد. نجد نشاطا أيضا لفعاليات المجتمع المدني بكل مفصل كما ذكرت من مفاصل الحياة الموجودة. لم تقتصر فقط على إدارات التابعة للإدارة الذاتية أبدا. موجود الآن يعني عدد المنظمات المجتمع المدني فاقت المئات. مسبقا لم يكن موجود ذلك ولم يسمح أيضا بالنشاط المدني في سوريا، لكن بوجود الإدارة الذاتية وقانون المساواة بأن المرأة يجب أن تنشط وتكون فاعلة في المجتمع، هذا أتاح لها الفرصة لأي تعبر عن نفسها، وخاصة في مجال المشاركة المجتمعية وخاصة في مجال المجتمع المدني أيضا. هل قامت المرأة بأداء مسؤولياتها خلال توليها المناصب سواء ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية أو خارج إطار الإدارة الذاتية؟ أنا بالنسبة لي أجد أن أداء المرأة ممتاز. لا أريد أن أجلد المرأة. المرأة كانت مهمشة لسنوات عديدة ولعقود عديدة. ما تقوم به الآن المرأة هو شيء جبار وجهد جبار، وأثبتت نفسها في الحقيقة بالرغم من وجود الأخطاء. هذا أمر طبيعي من طبيعة البشر. المرأة ليست مخلوق كامل وليست مخلوق مثالي كما الرجل أيضا. ليس كل الرجال يقومون بمهامهم بالشكل المطلوب وبالشكل الممتاز. لماذا أنا أريد من المرأة أن تكون هي السيمبل يعني بممارسة مهامها؟ تخطئ، تتعلم، ثم يصبح لديها الخبرة. كما الرجل أيضا يخطئ، يتعلم، يصبح لديه الخبرة. إذا لم توضع في المجال العمل كيف سيكون لديها خبرة؟ هي كانت قبل ربما دائما تميل إلى موضوع التعليم أو المواضيع الصحية بالنسبة لاختيار نموذج العمل. حتى إذا كنت تسألي أي امرأة ماذا تحلمين أن تصبحي، تقول إما طبيبة أو معلمة. حصرت نفسها ضمن هذين المجالين. الآن في بعد الأحداث التي حصلت في سوريا 2011 وجدت نفسها أمام العديد من الخيارات بالنسبة للعمل، واستطاعت أن تكون موجودة وبجدارة وبفاعلية. إذن لا نجلد المرأة، هي تقوم بمهامها بالشيء الذي تستطيع فيه وتتعلم من أخطائها إن كان يوجد أخطاء، وتحافظ على مستوى معين من أداء العمل الذي أنا أعتبره لم نكن نتوقع من المرأة أن تكون بهذا المستوى أساسا، لأنها فعلا أثبتت نفسها. يقول المثل الرائج: الرجل المناسب في المكان المناسب. في جزئية المنصب والمسؤولية، هل المرأة المناسبة في مكانها المناسب اليوم؟ في بعض المواقع نعم، وفي بعض المواقع لا، كما الرجل أيضا. ليس كل الموجود الآن هو في المكان المناسب، وأيضا النساء. مشاهدينا ومستمعينا، فاصل ونرجع.
هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان. عن جديد أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومستمعينا عبر إذاعة بوير FM على الموجة 103.5. نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو السيدة لينا بركات، المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية. كنا نتحدث عن دور المرأة في المشاركة المجتمعية، وقبل الفاصل كنا نتحدث كما هناك رجل مناسب في المكان المناسب، أيضا هناك مرأة مناسبة في مكانها المناسب. حبذا لو تتحدثي لنا أيضا عن آليات تفعيل وتطوير دور المرأة في المشاركة المجتمعية. طبعا بمجرد إتاحة المجال أمام المرأة بأن تكون موجودة في منظمات المجتمع المدني ويتم الاستفادة من طاقاتها في رأس المال المجتمعي، هي تعتبر من رأس المال المجتمعي. أيضا يمكن استغلال طاقاتها، يمكن أن نستفيد من وجودها. كون المرأة الآن تشكل النسبة الأكثر من المجتمع. في آخر إحصاء تم نسبة النساء يشكلنا 65% من المجتمع. إذا من المعيق للحركة المجتمعية ومن المعيق لبعض مفاصل الحياة أن لا تكون المرأة موجودة ومشاركة. هي الآن يقع على عاتقها حمل كبير في إعادة في السلم الأهلي، في مثلا إعادة الإعمار، في الكثير من المواضيع المهمة سواء بالمشاركة السياسية أو في غيرها من الأمور الأخرى. يجب أن تكون موجودة. أصبح الآن هذا واجبها تجاه مجتمعها وتجاه المسؤوليات التي ألقيت على عاتقها نتيجة ما تعرضت له سوريا من حرب يمكن لم يسبق لها مثيلا في التاريخ. داعش، القوى الإرهابية اللي كانت موجودة، ما فرضته أيضا على النساء من تهميش ومن تأطير ضمن مجال محدد، إلغاء دور المرأة بالكامل. لذلك على المرأة أن تكون موجودة وبقوة لكي تستطيع أن تغير من هذا النمط من التفكير وأن تتجاوز هذه العقبات والصعوبات، وهي لحد الآن تعمل بمسيرة ممتازة. أنا أعتبر أن المرأة موجودة بشكل جدا قوي. إذن هل يمكننا القول أن المشاركة المجتمعية للمرأة قد تحققت بالفعل أم لا زال هناك موانع وعقبات تمنع تفعيل هذه المشاركة؟ كما أقول، لا ننظر إلى الأمور بمثالية دائما، ولا نقول أننا وصلنا إلى 100%. حتى في الدول المتطورة والمتقدمة لا زال هناك العديد من العوائق والموانع. بالنسبة لمجتمعنا وواقعنا خلال 10 سنوات هي لا تعتبر شيء من عمر الزمن، ولكن إذا نظرنا بشكل إيجابي إلى مشاركة المرأة نجد أنها تجاوزت العديد من الصعوبات والعقبات. الصعوبة الأولى هي العادات والتقاليد، دائما هي التي تقف في وجه المرأة. نعلم جيدا أننا في مجتمعات محافظة لا زالت النظرة إلى المرأة بأنها نصف عقل نصف كذا، ما يقال دائما وما يردد على الألسنة، ومع ذلك استطاعت أن تثبت نفسها وتخرج من هذا الإطار ولو بشكل جزئي، ولكن استطاعت. مثلا لدينا زواج القاصرات الذي لا زال مستمرا. لدينا أيضا الوضع الاقتصادي العام بالنسبة للمرأة والخاص بالنسبة للمرأة والعام بالنسبة للمجتمع أيضا. ما تعانيه سوريا من عقوبات، الاعتداءات التي تتم والتهديدات التركية، الاحتلالات التي تمت، حركة النزوح واللجوء التي تفرض على المرأة أحيانا أن تترك عملها وتنتقل إلى مكان آخر. كل ذلك يعتبر من العوائق. وهناك أسباب ذاتية متعلقة بالمرأة نفسها، أن تثق هي بنفسها، أن تثق بقدراتها، أن يكون لديها تعمل على تطوير ذاتها. هذا الموضوع جدا مهم. إن لم أملك أنا القدرة على تطوير ذاتي والثقة بقدراتي أو الجرأة على الدخول في مجال العمل والجرأة على كما يقال يعني أن أخترق كل هذه الحواجز وأتجاوزها، لن يكون هناك نتيجة مما أقوم به. إذن والأمية الموجودة لدى المرأة، طبعا الأمية ليست قراءة والكتابة فقط، الأمية بحقوقها، الأمية بالقوانين الموجودة، الأمية بدورها الحقيقي في المجتمع. كل ذلك يؤثر على تقدم المرأة في المجالات التي تشارك بها. كيف يمكن تقييم المشاركة المجتمعية للمرأة ضمن قطاعات التنمية المختلفة؟ كما ذكرت لك سابقا، أنا أنظر لها دائما بوجه إيجابي. عندما أقارن كيف كانت المرأة وكيف أصبحت اليوم أجد بأنها تجاوزت العديد من العقبات. أستطيع أن أقول كي لا أبالغ 50%، لن أقول أكثر من ذلك يعني. 50%، وهو يعتبر جيد بالنسبة لمجتمع أساسا كان منبوذا
كان مقيدا بالكثير من القيود سواء السياسية أو الاجتماعية. أيضا بالنسبة لمنطقة روجافا أنا أتحدث طبعا كان هناك العديد من الضغوط على هذا المجتمع كي لا يتطور لا يتقدم، لكن المرأة استطاعت أن تغير هذه الصورة وأن تصبح المنطقة اليوم هي محج للعديد من الباحثين عن الحرية والعديد من الباحثات أيضا اللواتي فعلا عندما نلتقي بهن يستغربن من قدرة المرأة هنا، كيف استطاعت بهذه البقعة الجغرافية التي كانت كما ذكرت ينظر لها على أنها متخلفة نوعا ما ومجتمع محافظ وقبائلي وعشائري وإلى آخره، بالإضافة إلى وجود داعش أيضا في السنوات الأخيرة، أن المرأة استطاعت أن تتجاوز كل هذه العقبات وأن تكون موجودة في كل مفصل من مفاصل الحياة، بدءا من السياسة وانتهاء بأي قطاع موجود من القطاعات. إذا تقلدت المرأة العديد من المناصب ومنها المناصب السياسية. السؤال هنا: هل استطاعت المرأة بأداء دورها على الوجه المطلوب في المجال السياسي؟ بالتأكيد. وأنا أثق بقدرة المرأة في المجال السياسي أكثر من ثقتي بقدرة الرجل على فكرة. العقل الذكوري أو الفكر الذكوري أوصلنا إلى هذه المرحلة من الانحطاط، أوصلنا إلى هذه الحروب، أوصلنا إلى هذه للأسف البشرية أصبحت بوضعها المتدني. نشهد اليوم الكثير من الصراعات والكثير من الحروب التي ليس لها أي سبب سوى أن يكون هناك سلطة أكثر وأن يكون هناك مد نفوذ أكثر وإلى آخره، وكل هذا بسبب الفكر الذكوري، عقل الملكية. الرجل يريد أن يمتلك دائما وأن يكون هو القوي وكذا، لكن المرأة بطبيعتها هي ميالة للأمن والسلام أكثر. حتى الأمم المتحدة والإحصائيات والدراسات التي دائما تقوم بها تقول بأن المباحثات التي تكون موجودة بها المرأة يكون فيها سلام مستدام أكثر. إذن وجود المرأة ضروري في المجال السياسي لتحقيق الأمن والسلام للعالم أجمع. إقصاء المرأة عن دورها السياسي طبعا بفكر المرأة، أنا أقول المرأة التي تكون موجودة بفكرها طبعا تستطيع المحافظة على السلام، تستطيع المحافظة على الأمان، تستطيع تحقيق نوع من الاستقرار. لذلك أثق بالمرأة السياسية أكثر من ثقتي بالرجل السياسي. يعني إذا بدنا نقول لماذا مشاركة المرأة في شغل المناصب القيادية وأخذ القرار لازالت خجولة في سوريا عموما وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، بدنا نقول العقل الذكوري أم ماذا؟ طبعا بسوريا عموما أنا ذكرت هناك توجه بسوريا عموما، يعني بالنسبة لمناطق سيطرة النظام هناك توجه واضح بأن يكون دور المرأة مهمشا ومقصات عن الحياة السياسية بشكل أو بآخر. بالنسبة لمنطقة شمال وشرق سوريا، هذه المنطقة لها خصوصية معينة كما ذكرت سابقا من ناحية العشائرية. ربما شيخ عشيرة معين لن يقبل أن يكون مرأة تمثله في المجلس التشريعي مثلا أو في المجلس التنفيذي. هذه عوائق مرتبطة بطبيعة المجتمع وبطبيعة العادات والتقاليد، ومع ذلك استطاعت بعض النساء أن تتجاوز هذه العقبات، بالإضافة إلى أن المرأة لم تكن تجد نفسها في المجال السياسي. مشاركتها الحزبية كانت ضعيفة، اهتمامها بالشأن العام كان ضعيفا. الآن بعد أن أصبح هناك منظمات تعمل على تمكين المرأة سياسيا، ومنها مثلا مجلس المرأة السوري الذي يعمل على تمكين المرأة سياسيا، أن يكون هناك دائما ورشات عمل وجلسات حوارية حول مثلا الدستور، حول حقوق المرأة، حول اتفاقيات ومواثيق دولية تعنى بشأن المرأة. كل هذا أسهم بأن يتطور الوعي السياسي لدى المرأة وأن يصبح لديها اهتمام أكثر بالشأن العام. وعندما تنخرط بمجال محدد سياسي سواء حزب سياسي أو أي تشكيل سياسي، يكون لديها القدرة على شغل هذا المنصب بكفاءة أكثر وأن تكون موجودة بقوة أكثر. لا زالت لحد الآن بعض الأحزاب السياسية حتى مثلا موجود الرئاسة المشتركة أو موجود مكتب للمرأة، ولكن يقوم بنشاطات تعتبر مدنية وليست نشاطات سياسية أو حزبية. إذن هناك خلل معين بالنظر لدور المرأة السياسي. هي بعد لم تستطع أن تفرض نفسها بالقوة المطلوبة أو لم يتم التعامل معها بجدية أكثر في بعض الأحزاب وليس في كي لا أكون ظالمة يعني لبقية النساء. هناك شخصيات نسوية قوية من الناحية السياسية ومن ناحية التمكين الفكري والتمكين السياسي والوعي السياسي، ولكن ويوجد أيضا بالطرف المقابل نساء لا يمتلكن هذا الوعي. صحيح. تحدثتي عن وجود المرأة في الرئاسة المشتركة في مناطق الإدارة الذاتية، ماذا يعني هذا؟ طبعا بوجود دائما عندما حتى في المنزل
الرجل اعتاد على أن يكون هو صاحب القرار المنفرد، هو صاحب السلطة المنفردة. دائما المرأة يجب أن تعود إليه في أي قرار يخصها أو يخص أبنائها أو إلى آخره. لكسر هذا الجمود ولكسر هذه العقلية بالانفراد بالسلطة، يجب أن تكون المرأة موجودة كي يكون دائما لرأي المرأة دور وأهمية. لذلك كانت الرئاسة المشتركة كفكرة هي أيضا تؤثر على حتى الأسرة. نحن يهمنا بالنهاية المجتمع، أن يتغير المجتمع. أن لم يتغير المجتمع لن يكون هناك فائدة لكل ما نقوم به ولكل ما نعمل به الآن. نحن هدفنا بالنهاية هو بناء إنسان سوي ينظر للمرأة بأنها أيضا هي إنسانة تساويه بالحقوق والواجبات والكرامة. لذلك كان لابد من وجود فرضية أو فكرة الرئاسة المشتركة لكسر هذه العقلية التي تنفرد دائما بالقرار وتنفرد دائما بالسلطة، بأن هناك شريك حقيقي لك في الحياة وفي العمل وفي أي مجال تكون أنت موجود به. هناك دائما المرأة موجودة، يجب أن يحترم رأيها وأن يؤخذ برأيها أيضا، وألا تكون فقط صورة تكميلية أو صورة يتم التباهي بها أمام الآخرين وهي في الحقيقة ليست فاعلة. إذن برأيك هل ستتمكن المرأة من لعب دور هام في مناطق الإدارة الذاتية خاصة وسوريا عامة؟ هي لعبت في مناطق الإدارة الذاتية، نعم. كي لا نهضم حق المرأة هنا. لعبت دورا قويا واستطاعت أن تثبت نفسها بعدم وجود الرجل إلى جانبها، وهذا شيء يحسب لها طبعا. استطاعت حتى أن تكون في ساحات المعركة أيضا موجودة وأن تقاتل، يعني أكثر من ذلك ما هو المطلوب منها. أما في مناطق سوريا عامة لا زالت المرأة تعاني من تهميش، تعاني من إقصاء. يجب أن نكون نحن مساندات لها لكي تستطيع تجاوز هذه العقبات، المطالبة بحقوقها. طبعا الجزء القانوني هو جزء من قضية المرأة وليس الجزء الكامل، لكنه يشكل رادعا أمام التجاوزات التي تحصل باتجاه المرأة. لاحظنا بالفترة الأخيرة انتهاكات جسيمة بحقها، القتل الغير مبرر والحالات الانتحار وحالات الخطف والاعتداء وإلى آخره. كل ذلك هو نتيجة ما آثار الحرب ونتيجة الانحلال الذي حصل، وهذا شيء متوقع. دائما في الحروب يكون هناك نتائج كارثية على المجتمع من الناحية الأخلاقية. في الإدارة الذاتية بسبب الدفاع عن المرأة ووضع قانون المرأة استطاعت أن تشكل حماية لها، وكانت النسب تعتبر بسيطة بالنسبة مقارنة بمناطق أخرى سواء بسوريا أو في الدول المجاورة. استطاعت أن تحافظ على كرامة المرأة وحقوقها بسبب وجود الرادع القانوني الذي يحمي المرأة من هذه الانتهاكات. ختاما كلمة أخيرة سيدة لينا. طبعا دور المرأة في كل مجال من مجالات الحياة هو دور هام، علينا أن ننظر له بعين الجدية وأن نساعد المرأة على تجاوز الصعوبات والعقبات، وألا نكون دائما نجلد أنفسنا أو نمارس دور دائما المراقب على وضع المرأة. المرأة هي إنسان تخطئ في مكان وتصيب في مكان، أن نكون داعمين لها ولسنا جلادين لها. شكرا جزيلا لك ضيفتنا في الاستوديو السيدة لينا بركات، المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية. شكرا لحضورك معنا. ختام الفقرة الحوارية، بعد قليل موجز لأهم الأخبار باللغة العربية. ابقوا معنا. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان.